العامل هنا بينظف الرواسب اللي ماسكه في قضبان الحديد المسننه، يمكن ما تاخدش بالك بس المنصه دي معموله من شرايح على شكل سنون، ودي في الحقيقه ترابيزه ماكينه الليزر اللي بتقص المعدن. تصميمها المفتوح ليه فايدتين: اولا بيسند الواح المعدن كويس وقت القص، وثانيا بيسمح للصهر وبقايا المعدن انها تقع لتحت بسهوله، وكمان يقلل الحروق الثانويه اللي ممكن تحصل لما شعاع الليزر يضرب في الترابيزه نفسها. اثناء القص بالليزر المعدن بيسيح فورا من شده الحراره ويتفاعل مع الغاز المساعد، وده بيطلع رذاذ من المعدن السايح. اول ما الرذاذ يبرد بيتجمد ويمسك في القضبان واحده ورا الثانيه، ويكون طبقات شبه القشور المعدنيه، ولو ما تنضفش في وقتها المشاكل تبدا تظهر. تراكم الشيء ده بيأثر على تبريد الحراره وحركه الهواء تحت الليزر، وممكن كمان يعكس شعاع الليزر بشكل عشوائي، فبيسبب حروق او التصاق في ظهر قطعه المعدن. والاسوأ من كده ان التراكم ده ممكن يخلي لوح المعدن يقف مش مظبوط، فيتغير البعد بينه وبين راس الليزر والفوكس يبوظ. ساعتها القطع ممكن ما يكملش للاخر والحواف تطلع خشنه والزوائد تزيد. عشان كده بعد كل شغلانه العمال لازم يستخدموا كاشيطات وادوات مخصوصه ينظفوا بيها الاشياء دي حته حته عشان يفضل السطح مستوي ونضيف. ومن غير التنظيف المنتظم ده دقه الليزر وجوده المنتج النهائي مستحيل تفضل ثابته ومضمونه. لو انت بتستخدم التقنيه دي قول لي في الكومنتات. واخيرا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير، وتابعني وانتظر مزيد. شكرا.